السلام عليكم مشاهدينا. اليوم كنت نشارك معكم كنافه ديال مدهونه غير بالزيت وحمرناها غير في الفرن في الدار خفيفه زربن وكتجي رائعه مثل الزبده تماما، ماشي ضروري الزبده. هانتوما كما كتشاهدوا كنافه كتجي رائعه، ودرت لها لاكريم نكهتها بالنكهه ديال البيستاش. هاد النكهه كتبقى اختياريه باش ما بغيتو نتوما تنكروا ولا تخليوها هكاك عاديه. هانتوما كما كتشاهدوا تبارك الله خرجت ليا درتها بحجم عائلي وزينتها بالجوز اولا جوز الهند جيد. من طبيعه الحال تزيين اختياري، باش ما بغيتو نتوما راه كتزينوا. هانتوما كيفاش كتشاهدوا كتجي رائعه محمره مقرمشه، كتجي غزاله ولذيذه بزاف. الكريم ديالها كتجي غزاله. هانتوما الكريم كيف كتبان لكم اللون ديالها خضر فاتح. هانتوما كما كتشاهدوا انا قطعت منها المورسو هذا. هانتوما كما كتشاهدوا باش تشوفوا هانتوما من الداخل كيفاش دايره. هانتوما الكريم هي كتبان لكم، هي كتجي لذيذه. هانتوما كتجي لذيذه غزاله ما تشوفوش منها. هانتوما الكريم كيفاش دايره مفتيه. هانتوما الكريم كيفاش دايره. هانتوما هي يعني كتجي فنه غزاله روعه. وانتوما كيفاش كتشاهدوا دابا ان شاء الله واقتصاديه في نفس الوقت، تحليه رائعه. نحمر لكم وجهكم قدام ضيوفكم اولا علاش لا انسان يبرع راسو بوليداتو. دابا ان شاء الله نشوفوا نمشيو للمطبخ نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الكنافه بلا كريم ان شاء الله، منكه بنكهه ديال البيستاش صراحه. الله على بركه الله نبداو معكم المقادير وطريقه التحضير ديال الكنافه بلا كريم ان شاء الله بحول الله. عندي هنايا ديك الباكيه كيكون فيها نص كيلو ديال الكنافه، خديت انا باش نديرها نص كيلو. بالنسبه للكريم عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، هنا ساشي ديال فانيلا وحده، هنا جوج معالق كبار ونص ديال مايزينا، وعندي هنايا السكر. عندي جوج مورصوات كبار ديال السكر، نتوما ديروا 3 معالق ديال السكر او 4 كتبقى حسب الذوق. اول حاجه هذه كانت عندي في المجمد باش تبقى مزيانه. بعدا اول حاجه غادي نقطعوا غادي نقطعوها هكا بالسكين، كتكون في المجمد باش كتجينا سهله في التقطيع. غادي نقطعوها قطع صغيره. انا غادي نشارك معكم هاد الطريقه هذه سهله بلا زبده، بلا نديروها غير بالزيت. غادي نديروها في الفران تحمر بلا ما نوضعوها في المقله. هانتوما كما كتشاهدوا بعد ما قطعنا ديك الكنافه هكذا بالسكين هكذايا. انا عندي شويه ندير شويه زايده، نتوما تديروا على حساب المول اللي عندكم. انا هذه دابا غادي نرش عليها قليل من الزيت، وغادي بحال غادي نبسها كلها بالزيت ياك، وغادي نبسها كامله بالزيت. الفران راه عندي شاعل وغادي نديرها في الفران. كل حاجه كتعرف الفرن ديالها، راكم عارفين الشعيرات ديالها رقيقه، يعني راه دغيا غتحمر، يعني غتبقاو تحركوها وتقلبوها باش تجيكم محمره مذهبه. الطريقه عمليه وسريعه بلا ما عاد نديروا الزبده في المقله ونبقاو نحمروا فيها. هاد الطريقه هذه حتى هي زوينه وسهله. وكاين الناس اللي ما كياكلوش الزبده، عندهم الحساسيه ديال الزبده ما ياكلوهاش، يعني حتى هاد الطريقه هذه ديال هاد الشكل هذا اقتصاديه.
هانتوما مت ليها الزيت الكافي اللي غادي تشوفوها بانها صافي راه بس هكذا بالزيت صافي. وغادي نضعها في الفران تحمر لتحت. كان الكهربائي غادي تشعلو ليها من الفوق، وساعات طلعوا عليها مع التحريك كما قلت لكم. ولا كريمه نخليوها من بعد لان باش ما تجمد ليناش وتقصح تتحمر لينا. هادي عاد نديرو الكريم ديالنا باتيسير، لا عفوا غير لا كريم عاديه. راكم عارفين هي كتجمد باش من بعد ما طيب يعني خاصنا نفرغوا عليها ديك لا كريم، ما خصهاش تجمد لنا صافي. دابا انا بستها كما كتشاهدوا غادي نوضعها دابا، غادي ندخلها للفران وتحمر ليا ونرجع. بالنسبه للسيرو باش نسقيوها ضروري السيرو ما يكونش خفيف جاري، لا خص يكون السيرو يكون ثقيل. انا عندي هاد المرصوبات ديال السكر ديال البراد غنوضعهم، والسيرو كما قلت لكم يكون ثقيل بحال العسل يكون ثقيل. هانتوما انا بالنسبه للعسل عفوا السيرو انا درت بحال قلتي غادي ديروا نتوما ديك 250 غرام ديال سنيده ولا سكر حبيبات، وديروا معهم واحد 2 كيسان كبار ديال الماء، وواحد موصو 2 دويرات ديال الحامض ولا القارص باش ينتسموا لنا هاد السيرو ديالنا. وغادي انا هانتوما كتشوفوا غادي كيدوب ليا هاد السكر دغيا، وغادي نوضعوا النار يبدا يغلى ليا واحد 10-15 دقيقه صافي نطفي عليه. كي السيرو ديالنا يكون بارد وهاد الكريمه تكون سخونه، وهذا خصو يكون بارد، اولا ديك برده يكون سخون باش ما تعجل ليناش. دابا نوضعوا النار يغلي ويبرد ونرجع لكم. هانتوما غادي ناخذ دوك 2 معالق ونص كبار ديال المايزينا، غادي ناخذ الفاني وخصنا نحركو هاد المايزينا البارد باش ما تفتيش لنا حبيبات نكونوا عارفين. وكاضافه غادي نضيف انا نكهه ديال لاغون ديال البيستاش، هادشي اختياري. هاي كتجي كتعطي لواحد المذاق جميل، ما تكثروش لان هو مجهد، كتعطي واحد المذاق رائع لهاد الكنافه، ولكن اختياريه. ولكن هي جربوها كتعطي المذاق غزال ديال هاد الكنافه. صافي دابا غادي نوضع السكر اللي قلت لكم 2 السكر كتبقى على حسب الحلاوه اللي بغيتو، 3 ل 4 معالق السكر كافيين. دابا غنوضع هادشي على النار وغادي نرجع معكم. هانتوما كما كتشاهدوا هانتوما الكنافه ديالنا جات محمره غزاله. هانتوما القرميشه ديالها جات فنه كاع وعمليه. انت كتبقاي تشعل في المطبخ انت كتطيعي حاجه وحده، خص واحد يرديها البال تاع ساعه يحركها ويقلبها. هانتوما غزاله فنه كاع. هانتوما انا ناخذ هذا المول هذا، انا عندي هذا المول هذا ديال الزاج كما كتشاهدوا. هذه هي وجدتها لا كريم ديالنا، ها هي وجدتها، هي وجده باقا سخونه. دابا غادي نشدو الكنافه ديالنا. نتوما كما قلت لكم اي مول عندكم كتوضعوه فيها. هذا اللي عندي واجد زي الدجاج باش تبقى فيها يعني باش تبقى. هانتوما الكريم ديالنا ما تخليوهاش حتى تعقد بزاف، بحال غادي نديرو ديك اللي كنعمرو بهم الكورس. هي باقا سخونه، خصني غير بشويه نخويها من الفوق باش ما تهبط لياش، تكون شيئا ما حيت هي مازال اصلا غادي تبرد غتجمد لينا هنايا فوق الكنافه. هانتوما غطيت ليها الوجه لا كريم ديالنا. هانتوما دابا غادي تردروا عليها من الفوق
هاد الكنافه ديالنا نغطيو كاع الوجه من الفوق. بطبيعه الحال غادي نخليوها تبرد في المطبخ عندنا هنا حدانا. راك عارفين دابا الكريم ديالنا راه هي غادي تجمد لنا. كنكملوا على هذه الطريقه هذه. نتوما كما كتشاهدوا بعد ما غطينا الوجه كامل بالكنافه كندير واحد الضغطه خفيفه هكذا من الفوق باش الكنافه تشد في لاكريم ديالنا. هانتوما دابا صافي ها هي الكنافه ديالنا ان شاء الله واجده. نخليوها تبرد ونرجعوا نزينوها تزيين اختياري باش ما بغيتو نتوما كتزينوا. نتوما غادي نرجعوا نسقيوها كما قلت لكم بالسيرو ديالنا اللي وجدنا كما كتشاهدوا. ها هو يكون ثقيل كما قلت لكم، ما يكونش خفيف. سقيوها قليلا لان هي فيها الكريم راها حلوه، يعني ما نديروش لها بزاف ديال السيرو. او اللي بغى يخلط داك السيرو مع شي قليل من العسل اللي موجود. صافي دابا غادي نخليوها تشرب لينا داك السيرو ديالنا وحتى نشوفوها ان شاء الله معكم. نتوما بعد ما صافي زينتها من الجوانب من الوسط زينتها بالكوك ولا جوز الهند داك المزيان ماشي داك الناشف داك الجيد. وتزيين اختياري باش ما بغيتو نتوما كتزينوا راه كتزينوا نتوما كيفاش جات. تبارك الله راه المول راه عندي كبير ماشي صغير، المول راه كبير تبارك الله في الدجاج. انا غنقطع معكم مرتو وغادي تشوفوها كيفاش غتجي ان شاء الله. هانتوما من بعد ما قطعت منها واحد المرتو هانتوما كما كتشاهدوا. هانتوما لا كريم اللي درنا ديال البيستاش هانتوما كيفاش كتجي. كتجي شوامنا، جربوها ان شاء الله راه غادي تعجبكم. والصحه والراحه.